الولد عمره ما بيمشي وعينه مفتوحة، لأن أول ما حد يبص له في عينه بيبدأ يتحول لتمثال فوراً. وبمجرد ما جاك يلوح بإيده بس، التماثيل بتتنقل على طول للفصل. طلع إن جاك عنده قوة خارقة بتخلي الناس تتحول لحجر، أي حد هو يبص له يتحول في ساعتها لتمثال. علشان كده جاك لازم يغطي عينه وهو ماشي، بس حتى كده ما كفاش، ما قدرش يمنع الناس تلمسه فجأة. ولما التماثيل بقت تظهر فجأة في الفصل، زمايله بقوا يتجمعوا حواليها بفضول، وكل ما عدد اللي بيتحولوا يزيد الفصل يبقى مليان تماثيل أكتر وأكتر. ولتفادي إنه يؤذي ناس تانيين، جاك ما بقاش يمشي غير في الأماكن الفاضية. لكن برضه الحوادث كانت بتحصل، 2 مدرسين اتحولوا لحجر في لحظة، واضطر جاك ينقلهم هم كمان على الفصل. ومع زيادة عدد التماثيل جاك جري يستخبى في كشك المدرسة، وكان فاكر إن كده هيمنع أي حد من الأذى. بس اللي ما كانش متوقعه إن البنت اللي معجب بيها كانت هناك. جاك بسرعة لف ودار وشه واستخبى وهو متوتر، وده شد انتباهها. وهي كانت هتيجي تسلم عليه، افتكرت فجأة إنه في مرة زقها على الحيطة ووقع المبنى كله بالغلط وقت توتره. البنت اتخضت وجريت بسرعة بره الكشك. جاك أول ما شافها بتهرب قفل الباب بسرعة وجرى على الشباك، وطلع صاحبه بعت له نضارة بتكتم قوته الخارقة. وبكده أخيراً اتفكت أزمة جاك.